الخصماء الذين يسألون الله حقوقهم يوم القيامة. كنت سببا في إيذاء فلان، كنت تشتم الناس، كنت تعيرهم، تسبهم، كنت تسخر منهم، تستهزئ بهم، كنت تلحق بهم الضرر، لا تخاف الله عز وجل. فهؤلاء خصماؤك يوم القيامة، خصماؤك يوم القيامة، خصماؤك الذين يخاصمونك عند الله عز وجل. يومئذ لا تنفعك صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا عمرتك ولا زكاتك. يديوهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في حديث أبي هريرة قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، قال: فليتحلل منه الآن. ومن كمال تمام الرجولة، الراجل من تمام الرجولة نتاعو وكمال الرجولة نتاعو السلام عليكم، خير، فلان هنا، نعم، قل له فلان يحوس عليك، نعم. شوف يا أخي، أنا بني آدم وأنا معرض للعصيان ومعرض للمخالفة ونطيح في الذنب. البارح كنا في واحد المكان وكذا وأنا جبتك وذكرتك بسوء. يا أخي إني أتحلل منك الآن قبل القيامة. مفهوم ولا ماشي مفهوم الحديث هذا؟ خاش الآن العلاقة متدهورة والعلاقة مزرية. الحالة اللي بيناتنا ما عندها حتى علاقة بدين ربي. ناس متقاطعين ومتهاجرين ومتخاصمين ومتضاربين ومتنازعين ومتكالبين ومتشاجرين، وبيناتهم البغضاء والشحنة، وبيناتهم الغيبة والنميمة وسوء الظن، وبيناتهم السخرية والاستهزاء، وبيناتهم الباطل والإثم والحرام والتعدي والجور والظلم والزور. وفيه هذا هو الذي بيننا الآن وبين الناس. قال: فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.